السلام عليكم. أنا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة وإن شاء الله تعجبكم. هعمل معاكم النهاردة المايونيز بأسهل طريقة من غير بيض خالص. يلا بينا نشوف المكونات. هحتاج أول حاجة كوباية من الحليب، حليب يكون ساقع عادي ما يكونش دافي ولا حاجة. وهحتاج كمان كوباية ونص من الزيت النباتي، ودي جبنة كريمي أخدت منها 3 معالق، دي اختياري اللي عايز يحطها. واحتجت ملح وفلفل اسود، واحتجت معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من عصير الليمون. اول حاجة هجيب الخلاط كده واحط فيه الحليب واحط فيه الملح والفلفل الاسود. انا حطيت معلقة صغيرة مليانة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، لو فيه فلفل ابيض برضه هيبقى احسن. حطيت الخل وعصرت الليمون وحطيت معلقة صغيرة من المستردة ديت اللي احنا كنا عملناها قبل كده في الفيديو اللي فات. لو مشفتوش الفيديو روحوا شوفوه بسرعة واعملوا لي لايك عليه. بعد كده هنزل عليهم بسرسوب كده من الزيت لغاية ما القوام احس اللي هو بيتقل معايا. انا قلبت المكونات كده وهنزل عليهم بالجبنة الكريمي بتاعتنا، ودي اختياري ممكن تحطوها وممكن ما تحطوهاش، بس هي بتدي طعم جميل جدا على حسب طبعا نوع الجبنة اللي انتوا هتحطوها. وبعد كده نزلت بكمية الزيت الباقية وكده يبقى معانا المايونيز جاهز. بصوا كان كريمي خالص، ما كانش فيه اي كتل، واحلى من الجاهز كمان. وهتعملوه مكونات بسيطة جدا. وعملت معايا انا الكمية ديت، عملت معايا البرطمان دوت، وكمان عملت معايا علبة تانية هوريها لكم دلوقتي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي رحمة. ما تنسوش دعمكم ليا وكومنت جميل زيكم، وقولي لي اي حاجة انتوا عايزينها في الكومنتات تحت وانا هعملها لكم بإذن الله. اشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا.